تمام. بص كده، يبقى احنا كده بنقول الترانسميشن مود ده بيبقى على مستوى البي جي يو، وده دايركت يا بريودك يا ميكسد. لو انت دايركت يبقى السيجنال تقدر تعرفها كترانسفير بروبرتي هي تريجرد او triggered on a change. طب لو انت periodic السيجنال تتعرف على انها bending. طب لو انت mixed يبقى ممكن السيجنالز تبقى triggered او triggered on a change او bending. طبعا الترانسفير بروبرتي بتبقى على مستوى السيجنال، اما الترانسميشن مود بيبقى على مستوى البي جي يو بتاعك، بيبقى على مستوى ايه؟ البي جي يو بتاعك. بص بقى، هو في الترانسفير في الترانسميشن مود بتاع الفيديو احنا قلنا الدايركت خلاص، البريودك، الميكسد، في حاجه اسمها نون. نون ده ان هو مش هيشتغل، يعني هو مش هيبعت الفيديو، doesn't transmit الاي فيديو. تمام. طب ايه اللي ممكن يخليه يبعته؟ اللي انت تكلم الكوم دايركت تقول له ايه؟ تريجر ترانسميت. يعني انت تنده على الاي بي اي دايركت تقول له تريجر ترانسميت. بس هو لو جه حد وراح السوفت وير كومبوننت عن طريق الار تي اي قال له كوم سند سيجنال، واداله السيجنال، والسيجنال اللي اتكتبت عليها مثلا السبيد سيجنال اللي اتكتبت عليها ودخلت في الفيديو، فلو الفيديو نون، حتى لو السيجنال دي اتكتبت عليها ودخلت في الفيديو وكانت السيجنال حتى تريجرد، هو مش هيبعت الفيديو ده. امال هيبعت الفيديو ده امتى؟ لما انت اكسبليسيت كده تقول له ايه؟ يا كوم تريجر ترانسميت، انا بقول لك ابعت بقى. ساعتها هيشوف اخر قيمه للسبيد سيجنال اللي اتكتبت دي فيبعت الفيديو. تمام. تمام. وفي الحاله دي وفي الحاله دي برضو بيبقى في بارامتر اسمه مينيمم ديلي تايم. ده بيديلي الترانسميشن، يعني اول ما انت بتبدا بعت، لو انت مخلي البارامتر ده مثلا ب 1 ملي سكند، يبقى اول ما انت تقول له تريجر مش هيبعت على طول، هيستنى 1 ملي او بعد الانت ويبعت. يعني في اوفست كده للديلي تايم ده اف ريكوايرد. يعني بيحاول ده بيمنتين الديلي تايم ما بين البعتتين بمينيمم ديلي تايم. المينيمم ديلي تايم عشان تضمن ان لو حتى حصل اتنين كونديشن او حاجه، يبقى في مينيمم ديلي تايم ما بينهم انت محدده. طب حلو الكلام، حلو الكلام. تيجي نفتح التول بقى ونعمل لاباتنا ونشوف حاجتنا. تعالى نفتح التول ونعمل لاباتنا ونشوف ايه؟ ونشوف حاجتنا. اول حاجة هنفتح Learn in Depth Configurator اللي انت واخده اهو. طبعا انت هتكون مسطبه عندك على الجهاز. تكتب Learn in Depth Configurator يفتح معاك. اول ما يفتح هتدوس على الجزء بتاعة البيز سوفت وير لاير موديول ديسكريبشن. هتخش على الانستليشن دايركتوري اللي موجود للتول بتاعتك. هتلاقي حاجه اسمها بي بيس سوفت وير لاير ام دي. هتدوس عليها وبعد كده تدوس اوكي. بعد كده تروح للانستنت لوكيشن، ده البروجكت اللي انت هتعمله. هتروح برضو في اللي انا هرفعه لك او اللي انت هتاخده من اليونت بتاع الاو اس اللي انا لسه رافعه، في اكزامبل اسمه كلين لاب او اللاب الاولاني او الكلين تمبلت، هتلاقيه انا رافعه لك في الاوتوزار اس وهرفعه لك برضو هنا. هتدوس عليه وتسلكت فولدر. كده تبدأ تعمل ريلود، هيبان معاك المنظر ده. دي الموديولز كلها. تعالى بقى ناخد مثال. احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ تعالى يا سيدي نقول احنا عايزين كالآتي. عايزين نكون بي جي يو. هنيجي عند ده مثلا البايت 0، وده بايت 1، وده بايت 2، بايت 3، 4، 5، 6، 7. بس هي 7. طيب من 0 ل7 دول 8 بايت. هنبدأ بقى نقول أنا هعرف من بيت رقم 0 في بايت 0. والويتس هخليه ب8 بيت. هعرف السبيد سيجنال، سبيد سيجنال. وبعد كده هروح لبايت 16 لحد بايت
31 دول كده، اللي هو البايت رقم اللي احنا كده 0 1. لا خلينا سوري. هاخد الاتنين بايت دول، اللي هو بايت رقم 2 وبايت رقم 3، وهعرف فيهم engine temperature. engine ايه؟ temperature. يبقى واحد كده لا وكذا. تعالى بقى اللي احنا قلناه ده نعمله. الكلام ده بيتعرف فين؟ بيتعرف فين يا شباب؟ في الكوم. الكوم هو اللي هيتكتب عليها، يخش لها التو سيجنالز دول، التمبريتشر والانجن، سوري والسبيد. المفروض هتطلع ايه؟ طلع الفيديو اللي فيه الكلام ده هيروح لمين؟ للفيديو راوت. تمام. تعالى بقى نشوف الكلام ده بعينينا. اول حاجة هنروح للكوم، نعمل اد كوم config. تمام. ده اول configuration هنعملها، الاي دي بتاعها بزيرو عادي. وهنيجي بقى على الكوم config ده ونعمل لها اد. احنا عايزين ناد كوم سيجنال، فعملنا كونتينر تحت الكوم config ده باسم كوم سيجنال. جاب لي التيبل بتاع السيجنالز. انت معرف، انا لسه مش معرف ولا سيجنال. فهروح اول سيجنال متعرفه، هو لما عرف نفسه عرف سيجنال واحده اسمها كوم سيجنال. احنا عايزين نعرف سيجنال كمان، لان احنا هيكون عندنا ايه؟ تو سيجنالز. فهختار سيجنال تاني. فبقى عندي سيجنال دي والسيجنال دي. اول سيجنال هسميها ايه؟ هسميها سبيد. سبيد سيجنال. تمام. هخليها ليتل انديان، وهخليها يوانت 8. يوانت 8. تمام. طب اليو انت 8 ده بقى فين في السايز بتاعها فين؟ طبعا البيت بوزيشن بتاعها، الكوم بيت بوزيشن هو زيرو، هي بادئه من هنا. فتمام، هي من بايت زيرو وهي بادئه من زيرو، فتمام يبقى تمام هنا. طب الكوم بيت سايز، الكوم بيت سايز لما ادوس عليه كده وادوس كليك يمين ممكن اكريت بارامتر اعمل له انيبل، هو باي ديفولت مش انيبل. طب هو ده معناه ايه؟ الديسكريبشن بيقول ده السايز بالبيتس للنون اريز سيجنال تايبس. وبيقول لي في حالة اللي انت كنت يو انت 8، ساعتها this size shall be configured by com signal length. يبقى في بارامتر تاني اسمه com signal length اهو. فانا ممكن اجي عند com signal length ده وادوس عليه واقول ان انا السايز بتاعي 8 بت. تمام. طب ايه هو الابديت بيت بوزيشن والحاجات دي؟ كل فيتشر هناخدها في الكوم فيها مجموعة بارامتر، ساعتها هندرسها كويس. ساعتها هندرسها كويس، ما تقلقش من الموضوع ده. انا كده كده هتلاقيني اعمل لك اهو، بلخص لك الدنيا والكونفيجريشن بارامتر بتاعت كل حاجة. لو دخلت اهو دلوقتي مثلا على الماب بتاعتنا، هتلاقيني ان انا بقول لك اهو الاوتوزار كوم ستاك، الداتا باص والنتورك كنترول باص الموديولز بتاعتها. وبعد كده هتلاقيني بتكلم على السيجنالز والبي جي يو الديفينيشنز بتاعها. بعد كده هقول لك بتكلم على الكوم موديول. ومن الكوم موديول هتلاقيني دخلت على الكوم فيتشرز. ومن الكوم فيتشر السيشن بتاعت النهارده بتتكلم على ترانسميشن مود ليفل، وبتتكلم على الترانسفير بروبرتي للسيجنال. هتلاقيني مجمع حاجة البارامترز بتاعت الترانسميشن مود للتول بتاعتنا وشرحها، وكمان كلام لكل حاجة وشرحها. وفي نفس الوقت الشكل من جوه تريسوس عامل ازاي. ونفس الكلام للترانسفير بروبرتي. وهتلاقيني من تحت كمان قايل لك على الاوتوزار كونفيجريشن بارامتر، عامل الاوتوزار كونفيجريشن بارامتر للكوم، يعني لكل كوم ستاك. فمثلا الكوم لو دخلنا فيها هنلاقي في الكوم سيجنالز دي تيبل بكل البارامترز، الكوم بيت سايز، الكوم سيجنال لينس، والله الكوم ايرور نوتيفيكيشن الابديتد بيت،
وكمان جايب لك المنظر بتاعهم في تريسوس وهنا. ونفس الكلام مثلا للكونفيجريشن بتاعت البي جي يو. مش البي جي راوت انت مثلا في الكوم احنا في كونفيجريشن للسيجنال، عايزين نكون بقى الاي بي جي يو، فليه هو كمان كونفيجريشن. فعلى قد ما اقدر يعني ربنا يتمجد، انا بحاول اجمع لك كل حاجه في بي دي اف واحده. تمام. طب انت مثلا تعال نبص بقى ايه. احنا دلوقتي عملنا اهو السبيد سيجنال والدنيا تمام. فين بقى اللي احنا بنقول عليه؟ فين البروبرتي؟ احنا بنقول ان كل سيجنال ليها بروبرتي، كل سيجنال ليها ايه؟ بروبرتي. السيجنال اهي بروبرتي. تعالى بس الاول احنا عايزين نعمل لها سيجنال بروبرتي نوعها ايه. انا عايز اخلي السبيد سيجنال دي من نوع تريجرد. من نوع ايه؟ تريجرد. اما الانجن تمبريتشر ده عايز اخليها من نوع بيندنج. من نوع ايه؟ بيندنج. وعايز الفيديو بتاعي المود بتاعه يبقى ميكسد، يشتغل الاتنين. واحدد التي سايكلز بتاعته ان هو يبعت كل 1 سكند. يعني كل ايه؟ كل 1 ايه، سوري، كل 1 كل 1 سكند. تمام. ده المواصفات اللي انا عايزها. تعالى نعملها. ماشي، احنا دلوقتي عايزين نشوف الترانسفير بروبرتي فين. بص كده مع البارامتر وانت اللي قول. ترانسفير بروبرتي اهي. اهي. طب دي نفعلها ازاي؟ او نعمل لها انيبل ازاي؟ هتدوس عليها كليك رايت وتقول كرييت بارامتر. اول ما تيجي تعمل لها كده تفتحها هتلاقي يقول لك ايه. بص بقى ركز معايا في الحتة دي قوي قوي قوي. تمام. تريجرد، عرفنا ان هي اول ما تتكتب عليها يروح على طول للبي جي يو. لو البي جي يو من نوع دايركت او ميكسد فيبعت على طول.